يعني كان اصيب في التسخين. هنا اللمسه، محاوله من الجانب الايسر، عرضيه عاليه، الاولى تضيع على الجزائر. حلوه الكره العرضيه، حلوه العرضيه الماضيه من خاسف، ولكن بالراس الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. محمد أبوجة هو حارس المنتخب السوداني بعد إصابة منجد النيل في عمليات الإحماء والتسخين. محمد النور أبوجة هو الحارس الحالي للمنتخب السوداني واللي بدأ المباراة. سعيد لمسة، تقدم، اتقطعت ياسين بن زايا يلعب البينية، المحاولة رضوان بركان لعادل، لكن هنا هايل سجل عندك مدافع رائع محمد سعيد يا محمد يا نور يا أبوجة. لكن محمد سعيد شوف ضيقها ازاي على عادل بولبينا، وهو اللي أبعدها المدافع محمد سعيد، وإلى ضربة ركنية. هايل محمد سعيد ما شاء الله عليه، هايل في ابعاد الكره في اللقطه الماضيه، والكره الى ركنيه لمصلحه المنتخب الجزائري. ياسين بن زايا لكره عاليه، ولكن هنا المره دي محمد النور أبوجة لمحمد عبد الرحمن اللي يطلع الكره، وصل في الجانب الايسر، خطيره من دبكه، يا سلام، حلوه، ولكن السودان على موعد مع التألق. بينية رائعة، ولكن محمد النور أبوجة يتألق. إن تم وضعه كحارس مرمى في موقف طارئ بدلا من منجد النيل، ولكنه يقدم نفسه في مباراة اليوم. مع الكرة عادل بولبينا، محاولة المرور، عدى شاط، ولكن محمد النور أبوجة إلى محاولة من جديد، ولكن الإبعاد من سعيد، أبعدها محمد سعيد في اللقطة الماضية. صلاح الدين عادل بيحاول، وهنا محمد عبد الرحمن، لكن عبد القادر بدران يعمل التاكلينج ولخارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. عادل بولبينا، لكن يبدو أنها مباراة لن ينساها محمد النور أبوجة. لم يصبح حارس الطوارئ، بل الحارس الذي يذود عن مرمى صقور الجديان بمساء. على الارض بلمسه، شوف الضغط والتدخل، تحضير من الجانب الايسر عند نوح الجزولي. ادم والناس تدخل عليه، وهنا القرار ايه؟ ممكن يبقى فيها انذار تاني وطرد لادم والناس. تشتعل المباراه، طرد لادم والناس، انذار تاني وطرد لادم والناس بعد تدخل قوي على نوح الجزولي في هذه اللقطة. شوف أحمد توفيق طلب، بيقول له ماليش دعوة، قرار الحكم، لكن طرد. شوف مجيد مجرة مش عاجبه القرار، لكن أمين عمر خد القرار. شوف نوح الجزولي، وشوف هنا آدم والناس، واحدة من أسوأ مباريات آدم والناس في مباراة النهاردة. آدم والناس لم يقدم شيء في مباراة النهاردة. انذار مجاني، وهنا انذار تاني بحالة طرد كي يضع الجزائر في مأزق قبل ثواني من انقضاء شوط اللقاء الأول يا سادة. مجيد مجرد بيتكلم مع جمال مصباح اهو. يا جمال يا مصباح، شريط الذاكرة يرجع أيام ما كنا بنتابع اللعيبه العرب اللي بيلعبوا في الانديه الاوروبيه، وكان جمال مصباح وقتها اساسيا بقميص الميلان. بينا وضربه حره خطيره للجزائر، ولكنها في محمد سعيد. محمد النور أبوجة على مرتين، لكن طلع له في البخت محمد سعيد النهارده. عادل بولبينا النهارده طلع له في البخت محمد سعيد. 1-على-1 ناجح. ضربه ثابته محمد سعيد، كرة طويلة في المساحة محمد سعيد، يعني سابت اللعيبة كلها وخبطت في محمد سعيد. شوف كده اللي سقط على أرضية الملعب، محمد سعيد سلمت. محمد سعيد اللي واقع على أرضية الملعب بعد ما استلمت الكرة دي كده في اللقطة الماضية. في الطرف الايسر الى عرضيه من طبنجة، ولكن الابعاد من اشرف عباده. عبد الرحمن نزلت الكره، مش معقوله يا عبد الرازق يا عمر.
عمر. اخطر فرص المباراة يا كواسي، اخطر فرص المباراة يا كواسي ضاعت على صقور الجديان والى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. شوف اللقطة، شوف اللقطة، شوف اللقطة، شوف هنا المحاولة من محمد عبد الرحمن، اتهيأت لعبد الرازق عمر اللي كانوا هيغنوا له، كانوا هيمشوا على شارع النيل ويشربوا القهوة بمزاج، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الايمن، بمحاذاة القائم الايمن. ليتهم كانوا ينتظرونها اقرب من ذلك يا عبد الرازق، لكنها ضاعت على صقور الجديان.